بسم الله. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. سبحانه ربي جل في علاه ما أكرمه، سبحانه ما أعظمه. وأصلي وأسلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، يا من كلفتم تلك الأيادي وضربت على تلك الأزرار وضربت على ذلك الكيبورد، والله إن هذه ضربات مباركة يوم أن تشرفت بالدخول في هذه المواقع التي ما تقربكم إلا من الله جل وعلا، ولا تزيدكم منه سبحانه إلا قربا، ولا من الجنان إلا خطوات للأمام. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الأيدي، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر. والشكر أحبتي بالله، أحبتي في الله، بالعمل ليس بالقول. لما كان الحمد لا كان بالقول، وقالوا الحمد لله، وقيل الحمد لله، وقل الحمد لله. لكن الشكر قال اعملوا بالأيادي بالأرجل. أي نعمل إيش؟ قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما قال قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. أي مغزى أعنيه أنا إخوتي في هذه الأزمنة؟ كثر اختلاف الناس. على ماذا يا ربي؟ على ماذا يا ربي؟ يقول رب الناس سبحانه أن الناس اختلفوا، يقول ليسوا سواء، ويقول هم درجات عند الله، ويقول جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تعالوا ننظر للواقع، هل هذا الكلام صحيح؟ إيوه ربي صحيح. ادخل على أي موقع إباحي ترى فيه بالملايين، 20 مليون دخلوا في أسبوع، سبحان الله. ثم اذهب إلى مواقع التي تزيدهم قربا إلى الجنة وتبعدهم عن النار، تجد والله ما دخلها إلا قليل. وصدق ربي العزيز الجليل وقليل من عبادي الشكور. لكن هذا الإنسان على نوعين. والله لو قدمت لأحد خدمة ثم تفاجأت أن الرجل بدأ يستخدم تلك الخدمة ضدك، لقلت هذا قليل خاتمة، هذا ما يستاهل. وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووالله كم من أناس الله جل وعلا ينظر إليهم من فوق 7 سماوات وهو لا يستاهل، والله وهو عند الله لا يساوي شيء. قد حرك فرعون وحرك، لكن كل ما أعطاه الله نعمة كلما استخدمها في تلك المواقع الإباحية. أخي الغالي وأخيتي، نقلة معنا سريعة إلى بعض المواقف والمواقع التي نقف عليها في المستشفى وبعض الحالات. فانظروا إلى هذه اليد التي خلقها باريها سبحانه جل في علاه، خلقها يوم أن خلقها سبحانه. هذه 5 ثواني أو أقل أو أكثر بقليل. انظر ماذا فعلت تلك الثواني في تلك اليد. هذه اليد التي أصبحت الآن بشعة وما تستطيع الآن أن تحركها، وكل ما حرك الأصابع كلما تقطعت. وانظروا إلى كيف تتشقق ويتشقق الجلد كلما مد أو حرك الأصابع أو فرق بينها. وانظروا إلى هذا المشهد الذي قد يبكي العيون ويدمي القلوب. والله كم من سهران وسهران على الانترنت وهو يمسك بالفأرة ويحركها كيفما شاء ويكتب كيفما شاء، ونسي أنه يكتب ونسي أنه يكتب عليه هناك في الشمال. والله أن ملك الشمال يكتب كل ما عملت تلك الأيادي وكل ما تحركت تلك الأصابع. والله جل وعلا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله إذا ضغطت هذا الأصبع ضغط على الحاء، والآخر ضغط على الباء وكتب أحب من لا يحل له حبه، والله سوف يسأل. والله جل وعلا يقول لكثير من الناس ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما تلك الأربطة التي هنا، التي إذا أراد أن يضرب ذاك الأصبع على الحرف أو يحرك الفأرة
الأربطة التي تنشد وتمتد، والله سوف يسأل الواحد الأحد الفرد الصمد عن ماذا اشتدت وعلى ماذا امتدت وعلى ماذا ضرب هذا الأصبع، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظروا إلى تلك الأربطة حينما يظهرها الله جل وعلا في رجل احترقت يده، وانظروا إلى النار حينما أكلت اللحم وقطعت الجلد ووصلت إلى الأربطة هناك. هذه التي تحركت والله ما تحركت يوم أن تحركت إلا وقد سجلت ورصدت من فوق 7 سماوات. إنا كنا نستنسخ، نسخة تخرج إلى السماء، فسوف يسأل الله جل وعلا من الناس من والله سوف تزيد هذه التقنية وهذا المجال في الانترنت يزيده قرب من الله، ينظر الله إليه ووالله ما زاده من الله إلا حبا. ووالله إن الله جل وعلا قد كتب له على هذه نفس الضربات ونفس المواقع ونفس التعب www. وكل ما كتبت له حسنات. يدخل يوم على إيمان وي، ويدخل يوما على طريق التوبة، ويدخل يوما على طريق الإسلام، ويدخل يوما هنا ويوما هنا. والله كل ما شحن هذا الجهاز وكل ما تحركت تلك الأيادي وإذا بقلبه يشحن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يسمع فلاش إسلامي، وهناك يسمع محاضرة، وهناك خبر، وإذا به من جنة إلى جنة في رياض الجنان يرتع كيفما شاء، ووالله ما بعدها إلا الجنان. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وناس لا والله كل يوم تقترب تلك الأيادي من النار وهو لا يشعر، وهو يظن أن الله جل وعلا هو راض عنه. لقد كنت في غفلة من هذا. كنت تحسب الدعوة لعب، تحسب أن قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، لكنه والله سوف يسأل. يقول رب جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة لو ضربت حرف. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: سنستدرجهم. يضرب الحرف ما عنده شيء، يده تتحرك، ونسي أن هناك أقوام والله في تلك الليالي وهو جالس لوحده قايم من الساعة 7 الصباح إلى الساعة 12 ما يتحرك فيه ولا عضو إلا رأسه. نسي أنه يتمنى أن يحرك هذه اليد، بس يريد أن يشرب ماء. الساعة 2 في الليل جالس وجنبه كاس الماء ما يقدر يرفع لأن يده ما تتحرك. وذاك مسكين ظلم نفسه وظلمت نفسها، دخلت على المواقع الإباحية وعلى الشاتنج، لكن لا ضير. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنصح جميع من يسمعني الآن أن لا يحرم نفسه ما دام هذا الجهاز عنده. قد تصل شريط تحمله لمدة ساعة يصل إلى الآفاق، ووالله ما سمعه مخلوق إلا وكتب لك هناك عند العليم الخلاق سبحانه. وإذا بالناس منهم من يهتدي ومنهم من يسلم ومنهم من يستمع إلى ذاك الذي نزلته في أقصى في الصين وذاك في كندا، وكلهم في موازين أعمالك وأنت نائم. وقد تدخل صورة إباحية والله ينظر إليها 1,000,000 شخص، وكل هؤلاء الملايين في موازينك وعلى أوزارك يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحدا. أوصي نفسي وإياكم إخوتي وأحبتي بأن نستغل هذه النعم في أن تقربنا من الجنات ومن من أعطانا النعم سبحانه. وشرفني أن أكون في هذا الموقع إيمانوي، موقع الشيخ نبيل العوضي ومن معه جزاهم الله عنا خير الجزاء، وموقع طريق التوبة، والمواقع التي لا تحضرني الآن نشكر القائمين عليها وندعو لهم، وننصح كل من يسمعنا أن لا يفوت عليه هذه الفرصة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.